السلام عليكم، اهلا بكم. ازيكم يا جماعه؟ مع حلقتي العسكريه ديت مجند. يعني بصراحه مش عارف حلقتها ازاي، بس هي اتحلقت وخلاص. وخصوصا يعني اللي شجعني ان احنا في جو الصيف والحر الواحد ما بيطيقش شعره خالص. بالنسبه للحر كله طبعا بيبقى محتاج حاجه بتكون مزيله للعرق. انا عن تجربه وفتره طويله لنيفيا ديودرانت نيفيا اللي هو الرول اون زي ما حضراتكم شايفين دوت. يعني بصراحه من الحاجات اللي انا بستخدمها لمده طويله، ويبقى لي كتير على الرول اون النوعيه ديت من مزيل العرق. طبعا يعني النوعيه بالتحديد اللي انا بوريها لكم ديت. اول حاجه هنتكلم عن نيفيا، منتجاتها ممتازه. العنايه بالبشره حاجه فعلا معموله بخامات عاليه، مريحه في الاستخدام، مش مضره الا اذا كان في حد متحسس بشكل كبير من المواد اللي المصنعه منها. ولكن هي مبدئيا منتجاتها كويسه نيفيا. انا اي حاجه نيفيا لو بحتاج منتج معين ولقيته موجود في نيفيا فبدون تردد انا باخده بالفعل. طيب بالنسبه للدراي فريش دوت، ومكتوب عليه هنا 24 اورز، يعني يديك جفاف لمده 48 ساعه. وهو بالفعل يعني انت ممكن تستخدمه مره كل يومين. انا عن نفسي بستخدمه بشكل يومي. بيمنع ريحه العرق وبيمنع ظهور ريحه العرق بشكل كبير جدا. ممكن هو ما فيش ريحه كبيره او عاليه في النوعيه ديت او النوع دوت بالتحديد، ولكن في نوعيات تانية. هو في نوعيات كتير جدا من الرول اون دوت بالتحديد. وفي حاجات اللي بتبقى الديب تمام، دي بتبقى الى حد ما بودريه شويه، فبتدي جفاف اكبر واعلى. انما هنا الى حد ما بيخلي فيه شويه رطوبه. هنا مكتوب عليها دول بروتكت، يعني فيها حمايه مضاعفه. اللي هي حمايه من ايه بالظبط؟ مكتوب عليها يعني اول حاجه انتي بريسبيرانت. معلش انا الخط صغير جدا. وانتي بكتيريا، تمام. انتي بريسبيرانت وانتي بكتيريا، وزيرو الكحول للناس برضو اللي بتتحسس من المواد اللي او الديودرانات او مزيل العرق اللي بيكون فيها كحولات. هو هنا يعني من الحاجات الجيده جدا ان هو خالي من الكحولات بشكل كبير جدا، ومكتوب عليه صراحه زيرو الكحول، تمام. والحجم طبعا بيجي 50 مللي. انا بجيبه دايما في فتره العروض، يعني بيكون بينزل فيه عروض بشكل مستمر. السعر بتاعه حوالي 20 ريال، 18، 22 احيانا، ولكن في العروض بينزل ممكن 12 13 ريال، تمام. فانا في اللحظات دي بصراحه انا بنتهز الفرصه وبجيب منه بشكل مستمر. الواحده تقعد معاك مثلا او لمده ممكن شهرين مستمرين، تمام، استخدام يومي. فمن الحاجات الحلوه. ولكن في الافضل زي ما بقول لكم اللي هيكون مكتوب عليه ديب، اللي هو هيكون يعني زي ما قلت لكم كده ممكن داخل فيه شويه بودر شويه، فبيديك نسبه جفاف اعلى من النوعيه ديت. بس انا كنت حابب اكلمكم بس عن الديودران دوت، خصوصا من الصيف والحر اللي احنا فيه دوت واللي داخلين عليه. فاتمنى يا رب يكون استفدتوا. قلنا السعر، قلت المكان اللي بجيب منه. انا بجيبه دايما من اي هايبر ماركت بيكون موجود فيه، لان هو اللي بيحصل فيه عليه العروض. انما لو بتجيبه من الصيدليه بيكون بسعر عالي. فانا بنصح ان اللي عايز يشتريه من اي هايبر ماركت. شكرا لكم، السلام عليكم.